بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وبجانب ما حباه الله تعالى إياه من علم، كان هذا الإمام عالي الهمة في عبادة ربه، حريصا على كل ما يقربه منه تبارك وتعالى. وأي برهان يريد اللبيب أعظى من انقطاعه لطلب العلم ووقف حياته له طلبا وبذلا. إن هذا الإمام لم يقتصر على ذلك، بل كان مما عرف عنه أنه كان يحج بيت الله تعالى الحرام في كل عام إلا ما ندر، وكان حريصا رحمه الله على ذلك غاية الحرص، حتى في العام الذي سجنه فيه الحجاج بن يوسف ليمنعه عن الحج، وأطلق سراحه لما رأى الناس هلال ذي الحجة، إذ ظن الحجاج أن اليأس من الحج سيطرق قلب هذا الإمام الماجد. فلما أطلق سراحه أتى لامرأته وطلب منها أن تعد له الزاد للمسير إلى ربه الكبير، ملبيا نداء الأشواق لبيت الكريم الخلاق. وجاء إلى ناقته ومسح على ظهرها وهو يتلو قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فخرج في أول ذي الحجة فأدرك الناس وهم في عرفة، فكانت تلك كرامة من الله لهذا العبد المخلص لمولاه. وفي ذلك يقول الشيخ السيابي في سلك الدرر: ومنهم سليل زيد جابر وفضله في العلم أمر شاهر، وهو سراج الدين بحر العلم قد أثنى عليه البحر علما ورشاد. وقال من أهل العراق أعجب كيف لا نحتاج وعنه ذهب. كان يحج جابر كل سنة وعامل البصرة عاما سجنا، حتى رأوا هلال شهر الحج فقال لا بد لنا من حج، وإنما سجنه من أجل ما إليه يحتاج الورى لتعلما. فسار حينما رأى الهلال حتى أتى الإحرام والإهلال، فأدرك الناس وهم في عرفة والكل قد لازم منهم موقفا. تجلجلت ناقته هناك وشارفت من سيرها الهلاك، والله قد سلمها بفضله وجابر لا غاية لفضله. ولذلك يقول الإمام جابر عن ناقته هذه كما في الحلية: إن لي ناقة أقف عليها بعرفة ما يسرني أن لي كل بعير بعرفة مكانها، أعطيت بها 200 دينار فلم أبعها. وقد بلغ به حبه لما يقربه من ربه تعالى أنه لم يكن يماكس في الكراء أي الأجرة إلى مكة، وفي الرقبة يشتريها للعتق، وفي الأضحية. وقال صالح الدهان: كان جابر لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل، والمماكسة هي المجادلة في الثمن. كما كان رحمه الله يقول: لقد نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال، والصيام مثل ذلك، والحج يجهد المال والبدن، فرأيت أن الحج أفضل من ذلك كله. ومن هنا تدركون أيها الأحباب الكرام لماذا كان هذا الإمام يحج في كل سنة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.